بصوا، في نوعيه من الامهات كده ولادهم على طول تعبانين، والله على طول تعبانين، صدر يجي البطن يجي الشعر يجي الجلد، على طول تعبانين، وغالبا ما بيكونوا امامير جدا، امامير قوي 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 ما شاء الله، اللهم بارك، لدرجه ان يا جماعه لا، في حاجه غلط. اجي اخد منهم هيستوري او تاريخ مرضي محترم، الاقي كل واحد فيهم يعني اقول ايه، يعني ما حصنش البيبي بتاعه. اقول احكي لكم على قصه منهم، واحده فيهم ما شاء الله العيون عامله ازاي والشعر عامل ازاي، يعني ما شاء الله اللهم بارك. قالت لي رحت عملت بيها عمره، وكان كل الناس اللي ما يعرفونيش حتى السياح يمسكوها، لا لازم نتصور معاها، لازم نتصور معاها. قلت لها وانت عملت ايه؟ قالت لي كنت فرحانه. قلت لها فرحتي دلوقتي؟ وما شاء الله كانت جميله جدا ومنفوخه جدا وبتاكل كويس ووزنها كويس خالص. بعد كده تقريبا من وزن 5 شهور لحد سنه ما بتزيدش خلاص، ومن تعب لتعب 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 لتعب. طيب هل احنا ما نروحش للدكتور؟ لا طبعا نروح للدكتور، بس خلي بالك العين حق، وده موجود في القرآن الكريم. فاحنا مش هنقول كل حاجة حسد، ولكن ان احنا نحصن اطفالنا، نحصن اطفالنا. مش بقول ان احنا ما نخرجش وما نشوفش الناس، لا، بس نقول الاذكار، نقرا على اولادنا المعوذتين والاخلاص، نقول ان ربنا، ندعي ان ربنا يحصنهم، ندعي ان ربنا يحفظهم. طب قصة تانية برضو عايه قلت له في ايه، في مشاكل، وبرضو تعرفها من الامامير قوي خاصه البنات. تقول لي يا دكتور الصراحه في حد معين احنا عارفينه، يعني شخص معين احنا عارفينه على طول يعني الموضوع ده، وناس تقول لك ايه ده، هو ده شعرها مثلا او عينيها اللي جايباها الارض. طب حاله ثالثه اقول لكم على حاجه شفتها، طفل لسه يعني رضيع لسه مولود، ما بقولوش 3 سنين، ما بقولوش 3 ايام يا ربي، وعنده خراج في حته ما بتجيش فيها خريج خالص. راحت لدكتور والتاني والتالت وعملوا عمليه وفتحوا الخراج ده في حته ما بيظهرش فيها خراج خالص، لدرجه كل الدكاتره راحوا لها قالوا ايه، يعني خلي بالكم على الطفل عشان الحسد وكده. الخلاصه النهايه، الحسد موجود في القران الكريم، نحصن نفسنا، نحصن اولادنا، ولو حصل اي حاجه نروح للدكتور.